الفضيحه انه اكتشفنا عام 2017 اعتقد انه حقوق النشيد الوطني كانت في فرنسا. درنا مبادره انا وبعض الاصدقاء انه رحنا لمصر، لقينا مع حفيد محمد فوزي وحكيت له انه الجزائر كيف بعد 50 سنه من الاستقلال انه حق مادي يعود الى فرنسا، هذا عيب وهذا عار في تاريخنا. قلنا له لا تقدر تساعدنا بحكم انك الحفيد محمد فوزي اللي لحن النشيد الوطني، تساعدنا باش نسترجعوا هذا الحق، لانه عيب انه نشيدنا رمزنا حقوقه تعود الى فرنسا وحنا نقدروا نديروا هذه الوساطه او تساعدنا. صراحه كان انسان راقي جدا وانسان خلوق جدا، ورغم انه كان ممكن يطلب مبالغ كبيره، يعني تخيل انه راح يساهم في انه يعيد حق الى شعب ودوله كبيره مثل الجزائر. استقبلنا استقبال انسان طيب. حفيد محمد فوزي ما طلب حتى 0 دينار، قال انا والدي او محمد فوزي كتب هذا اللحن هداه الى الشعب الجزائري، فعيب انه احنا نطلبوا حقوق ماديه عليه. وكتب لنا رساله انه يتنازل عن الحقوق. جبنا هذيك الرساله هنا الى الجزائر، وقامت الحقوق اللي هي لوندا بالتنسيق مع فرنسا انه يعيدوا الحقوق الى الجزائر. السلام عليكم. وما شفتوش نتوما داك زكريا مفدي اللي كاتب ليهم النشيد؟ راه جراو عليه وجا للمغرب، وهو راه فين مات في المغرب، ومدفون. شفتوا غنقول لكم واحد الحاجه، عرفتوا ديروا؟ سيروا جيبوا سيروا زوقوا فيهم وشوفوا شي راجل كبير يمشي معكم لديك فرنسا يطلبها ويزوق فيها. واصلا نتوما في الملكيه ديال فرنسا، ماشي غير النشيد الفرنسي. نتوما ما تقدروا تقيسوا حتى شي معلمه من المعالم اللي دايره فرنسا تما في الجزائر. الله يخليكم دائما نتوما داك الطبون ديالكم راه بحال اهل الكهف. عرفتي نقول لكم واحد الحاجه، كيف تقراو داك النشيد الوطني الجزائري كامل تعرفوا حقوقه عند فرنسا او غيرها. نقول لكم: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطوينا كما يطوى الكتاب. هذا البيت احتفظت به، فخ ليكم. شوفوا، هو اللحن لمحمد فوزي، وفي الماضي كانوا كيسجلوا حقوق التأليف في شركة فرنسية في الغالب، وهذا أمر طبيعي. لكن الواحد خاصو ياخذ الحقوق ديالو، وراه هما ما همهم حتى شي حد، هما راه همهم الوحيد هي المغرب. هما ضربهم على المغرب. واحد الجزائري عرفتي اش قال له: وسيروا حرروا سبته ومليليا ويجيبوا واحد المغربي. اش قال ليه؟ وقال له: سيروا حرروا غير النشيد ديالكم. جاوبوه: احنا النشيد ديالنا راه كتبوه بدماء الشهداء، وانتوما فين شكون اللي كتبوا؟ نقول لكم واحد الحاجه، راه الجواب بسيط، هما همهم الوحيد هو المغرب. لهذا السبب هما كينتبهوا ان حقوق النشر النشيد الوطني الجزائري ليس في الملك ديالهم، بل في ملك فرنسا، وحتى البنيات ديالهم ومساكن غنقول لهم راكم حفايد فرنسا. السلام عليكم.